السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على النبي محمد. اليوم 22 من عمر الفراخ الساسو. بسم الله ما شاء الله، الفراخ خلاص بقى ابتدت انها تتحسن معانا وابتدت انها تظهر معانا، وحجم الفراخ كل يوم عن يوم اللهم صل على النبي بيزيد معانا الطقطقين. طبعا احنا من اول يوم لغاية دلوقتي احنا ماشيين معاهم بالخلطات وبالاعشاب والحاجات اللي موجودة كلها في البيت، مش حاجات يعني غالية أو كده. فهقول لكم برضو النهاردة أنا هعمل لهم إيه وهبتدي برضو إيه أعرفكم أنا ماشي معاهم إزاي من أول يوم لغاية دلوقتي، عشان برضو اللي ما تابعش الفيديوهات اللي فاتت. المهم النهاردة اليوم 22، وزنهم النهاردة 465 جرام. الفرخ ده امبارح كان وزنه 440 جرام، زائد 25 جرام من امبارح للنهاردة. امبارح قطعت لهم شوية سيريس كده عشان ايه الفرخ يتنشط معايا يجري معايا، وبالتالي بقى يروح على العلف. يعني لما يجري شوية ويلعب شوية نفسه يتفتح شوية للأكل والمية وكده. فالمهم النهاردة أنا اشتريت شوية شيح من عند العطار، حاجات يعني ما يجيش ب5 جنيه. شوية شيح عملت لهم شوية وسبت الباقي لمرة تانية وكده. بتروح للعطار اللي مش عارف يعني الشيح او اللي مش عارف استخدامه، بتجيب شوية شيح من عنده، شوية مية بتغلي على البوتاجاز، وتحط في قلبهم شوية الشيح دول، تسيبهم ربع ساعة يقلبهم مع نفسهم كده وهم متغطيين. خلاص ربع ساعة عدت، بتقوم مطفي عليهم يعني دقيقتين تلاتة كده، وبتغطي بتكشف الغطا لغاية ما المية دي تبرد. ومصفى بتبتدي ان انت تصفي المية ديت عن الشيح. مش عايز تصفيها وتسيبها في قلب المية عادي، مفيهاش اشكال خالص. المهم انت لو صفيتها او كده بتبتدي ان انت تحط مثلا كوباية شاي صغيرة على سقاية المية. في ناس تقول لك 10 سنتي و15 سنتي و30 سنتي على اللتر يعني، بس لو انت كترت عن الكلام ده مفيش فيه ضرر يعني لو انت حطيت نص السقاية من دي شيح وزودتها مية من الحنفية، تمام التمام. بتبتدي بقى انها تنظف معدة الفراخ. في ديدان، في كلام من ده طبعا. ناس كتير بتشتكي ان في العمر ده بعد 22 يوم طبعا، والفراخ كلت سيريس وخلطات واعشاب ومش عارف ايه، ف الى حد ما بيبقى في ديدان في بطن الفراخ. فالناس بتقول لك ايه ده، الفراخ بتاكل معايا ومفيش استجابة للعلف. الفراخ انا بتعامل معاهم بعلف ومش عارف ايه وعلف نظيف، والفراخ خاسة معايا. تعرف ان على طول ان في ديدان في بطن الفراخ بتتغذى على العلف، بتاخد الفايدة بتاع العلف اول باول من عندهم. فاحنا نتعامل ازاي بدل ما نروح نجيب مثلا دواء بشري او دواء بيطري لعلاج الديدان؟ طبعا موجود الكلام ده، موجود علاج بشري للديدان زي بندكس، وموجود ادوية بيطرية كتيرة لعلاج الديدان برضه. بس احنا بنتعامل مع الوصفة اللي جدودنا زمان كانوا بيعملوها للطور عندهم. سقوة الشيح دياتي يعني بالله صل على النبي بتعمل مفعولها وبتكون تمام معهم. بتسيبها قدام منهم بقى طول اليوم، او لو انت تاني يوم لقيت فيها مية برضه، المية كانت كتيرة يعني، سبتها لتاني يوم مفيهاش اي ضرر خالص. يعني لو المية فضلت قدامهم يومين تمام. امال اكتر من كده لا، تبتدي بقى ان انت تغسل السقاية في تاني يوم او تالت يوم حسب ما الكمية بتاعت المية تخلص، وبتبتدي ان انت تحط لهم مية نظيفة بقى. فالمهم برضو انا بدأت ان انا ادخل لهم العلف النامي 21%، وما ينفعش ان انا بقالي 21 يوم ماشي معاهم بالعلف البادي 23%، واجي مرة واحدة امنع ده وادخل لهم العلف البادي، العلف قصدي النامي 23%. ما ينفعش اقطع البادي وادخل لهم النامي مرة واحدة، الفراخ هتستغرب ايه العلف الجديد ده. فببتدي ان انا اخلط لهم شوية من دول على شوية من دول، عشان برضه الفرخ يكون
فلازم يبقى قدامهم العلف ده والعلف ده عشان برضه يبتدوا ان هم يتعرفوا على العلف النامي 21%. يوم التاني التالت هبتدي ان انا امنع العلف البادي خالص واتعامل معاهم بالنامي بقى. فلازم لما اجي اغير من البادي للنامي اعمل الحركة دي، اخلط شوية من ده على شوية من ده عشان الفراخ ما تغضبش على الاكل يوم في التاني. فيبقى انا اللي انا عملته بقاله 21 يوم وعمال ماشي معاهم بخلطات وأعشاب وكده، يبقى انا دمرته لما اجي اغير لهم العلف من علف لعلف. لان لو الفراخ دي فضلت يوم كامل من غير ما تاكل على المية بس هتخس اكيد معايا. يبقى بدل ما هي بتزيد كل يوم 30 جرام ولا 40 جرام هاجي تاني يوم الاقيها خاسة معايا، يبقى اللي انا عملته كله زي عدمه. طبعا انا ماشي معاهم من بداية اليوم خالص، من اول يوم خالص على البيض المسلوق. يعني انا اول ما استقبلتهم على البيض المسلوق، كالسيوم طبيعي اهو. انا عندي الفراخ البلدي ومتوفر عندي البيض في البيت، فانا مش شاغل دماغي بقى البيضة بسعرها بكام ومش بسعرها بكام. الحمد لله البيض متوفر عندي في البيت. بدأت خدت بيضتين مسلوقين نص سلقة كده. بدأت ان انا هرستهم على العلف في الاول يوم، وبدأت ان انا حطيت لهم ميه بسكر. من ساعتها بقى وانا ماشي معاهم بتعامل معاهم بالكمون وكزبرة، اعصر لهم ليمون على سقات المية عشان اظبط لهم الجهاز التنفسي، احط لهم شوية عسل اسود على العلف، اخليهم يجروا على المية كده يشربهم. العسل الاسود بيخلوهم يشربوا شوية كتير، يعني شوية نشا على العلف. اظبط لهم برضو لو في شوية اسهالات، لو في كده ما فيش يبقى انا بعمل لهم وقاية. امسك بصلتين كده اقطعهم ناعم واقلبهم على العلف. اسلق لهم بطاطساية هرسة في العلف برضو. فانا ماشي معاهم على نظام، وماشي معاهم بخلطات، وماشي معاهم بحاجات فتح الشهية تظبط وزنهم عشان ربنا يكرمنا برضو اخر الدورة الاقي فرخ كويس بدون ادوية بيطرية وبدون هرمونات وبدون مضاد حيوي وبدون تحصينات ملهاش اي 30 لازمة. لا اعمل لهم شوية شاي مغلي بليمون عشان برضو في اسهال ادينا بعالجه، مفيش ادينا بعمل لهم وقاية. فانا ماشي معاهم بالحاجات دي من اول يوم. يعني النهارده 22 يوم اهوتي، انا من اول يوم لغايه دلوقتي مفيش يوم ما عملت لهمش حاجه، وكل يوم حاجه شكل. يعني من اول يوم لغايه دلوقتي مفيش حاجه انا كررتها، كل يوم حاجه شكل وحاجه تفيدهم برضه. يعني كل الحاجات دي حاجه تفيدهم، مفيش حاجه فيها ملهمش لازمه. يعني العسل الاسود ده بيخلوهم يجروا على الميه يشربوا، بيلحلح شويه عليهم بيجروا على الميه. رخر برضو الوصفة دي بتاعت العسل الأسود ما تنفعش في الصيف شهر 8 وشهر 9 وكده. ليه؟ لأن الجو حر من نفسه، فأنت بتحررهم زيادة. احنا بنعمل الحاجة دي في الشتاء، الفرخ سقعان وكده، فاحنا بنحررها عشان يجري على المية يشرب مش عارف ايه. لا أعمل لهم شوية حلبة. طبعا الجميع عارف إن الحلبة كويسة في زيادة الوزن. شوية مية برضو بيغلوا وشوية حلبة، وبصف الكلام ده كله وبحطه على المية برضه نفس الكلام برضه. فعلى الله التسهيل كده، ربنا يكرمنا كده في يوم ويكمل الدورة على خير بإذن الله.